السلام عليكم. لما نزلت فيديو تلميع الحنفيات على التيك توك، المتابعين بتوعي هناك طلبوا مني المنظف اللي انا عاملاه مكون من ايه. هتستغربوا جدا اصلا من سهولة المنظف بتاعنا، وكمان من نتيجته قد ايه جميلة. شايفين مثلا المراية دي على سبيل المثال؟ شايفين فيها نقط كده وحاجات مش نظيفة خالص. هبتدي ان انا ارش منه رشة صغيرة كده على المراية بتاعتي، وبقماشة قطنية هتلاقي انها بتلمع من اول مسحة، يعني حتى من غير ما تفضلي تدعكي ولا اي حاجة. الكلام ده بقى بينطبق على التنظيف اليومي للبوتاجاز، الأجهزة الكهربائية، الحنفيات، أي حاجة هتقابلك في البيت هتنضفها. ده غير إن هو آمن جدا لما تيجي تستنشقيه، مش هيضرك صحيا. شايفين المراية بقت الله أكبر، يعني ما شاء الله بتبرق. طيب تعالوا بقى نشوف هو بيتعمل إزاي. كل اللي أنا محتاجاه بخاخة عادية جدا، وهنزل فيها بمية. المية دي أنا غلياها وسايباها تبرد تماما، وكمان اخدها من الفلتر. ليه؟ عشان خاطر تبقى معقمة بقدر الامكان ويفضل فترات طويلة. وعليها خل. انا استخدمت النوع ده، ممكن تستخدمي اي نوع تاني متوفر عند حضرتك في البيت. نفس برضو المقدار، كوباية. وهبتدي بقى ان انا احط عليهم صابون مواعين. خدي بالك، صابون مواعين مش اي نوع تاني من الصابون، لان طبعا صابون المواعين ليه خصائص في التنظيف احنا محتاجينها هنا. هحط معلقتين كبار معياريتين، والمفروض ان كده خلاص المنظف بتاعي انتهى. ايه ده؟ بس ايوه بس والله. ونتائجه يعني فوق الرائعه. ولكن انا هنا بحب اخده يعني الليفل اعلى شويه، بحيث ان هو يديني ريحه حلوه. فبجيب الزيت زيت خام من عند تركيب البرفانات، طبعا من غير اي كحول ولا حاجه. وبضيف بعض النقاط، او لو حضرتك عايشه بره مصر ممكن تضيفي الاسينشال اويلز، هتديكي برضو نفس الافكت. بتدي كده ريحه حلوه قوي في المكان لما تيجي تنضفي بيه. وهنرج نرج نرج ونستخدمه، وعندنا احلى منظف لكل الاغراض.